السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد. ان شاء الله النهارده وصفتنا هتكون الشريك. الشريك هنعمله بمقادير موجوده في كل بيت، مش هنجيب حاجه من بره. عايزه اوريكم الشريك عامل ازاي من جوه. بسم الله ما شاء الله، هش وجميل. تعالوا نشوف مقاديرنا والطريقه ونشوف عملناه ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عندي هنا تلت كوبايه زيت، ومعاها اضيف عليها مكعبين زبده او معلقتين زبده بدرجة حرارة المطبخ، وعندي 3/4 كوباية حليب أو لبن، عندي تلت كوباية سكر لو انت عايزة تزوديها زوديها، وفانيليا، وعندي بيضة، وعندي معلقة صغيرة بيكنج باودر، كوباية زبادي، عندي هنا معلقة خميرة ومعلقتين سكر، معلقة كبيرة ومعلقتين سكر. تعال نشوف بقى الدقيق بتاعنا 4 كوبايات. انا ده نخلاهم وحطيت عليهم رشة ملح زي ما احنا شايفين، وهقلب الدقيق مع الملح في بولة او طبق او كوباية. هحط الخميرة والسكر، هحط الحليب بتاعي ده يكون دافي عشان ينشط الخميرة، وهحط البيضة، هحط الزيت بس مش هحط الزبدة، هصفي الزيت كده احطه كله، والزبدة هخليها للاخر الم بيها العجينة. وهقلب كل ده مع بعضه. وبعدين الدقيق اللي عندي انا هاخد منه كوبايه واحده، هقلبها في قلب الخميره بتاعتي، هقلبها كده وادوبها معاهم. وهنا بعد ما قلبتها ما بقاش في اي كلاكيع، هغطيها واسيبها تخمر حوالي 10 دقايق لغايه ما تخمر وتعلى. هنا بعد الخميره بتاعتي ما عليت وخمرت زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، هجيب بقى الدقيق بتاعي اللي عليه رشه الملح، وهحط عليه البيكنج باودر بتاعي معلقه صغيره، وهجيب السكر ده تلت كوباية بزيادة شوية، يعني مش زائد معلقة. عايزة تحطي نص حطي نص زي ما انت عايزة. وهنضيف الفانيليا بتاعتنا، وهنقلب المقادير الجافة كلها مع بعضيها. وبعدين هصب عليها الخليط بتاع الخميرة زي ما احنا شايفين كده، وهسمي الله، واقلب بقى كده كل ده مع بعضيه كده بالمعلقة لغاية ما الم العجينة مع بعضها بالمعلقة. زي ما احنا شايفين كده. طبعا عيب ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، وعايزه اشوف تعليقاتكم. لو عجبكم اي حاجه او محتاجين حاجه عايزينها قولوا لي وانا اعملها لكم. ضفت انا كوبايه الزبادي، وهقلب بقى، اشيل المعلقه بقى كده كده مهمتها خلصت، وهقلب بايدي، هقلب العجين كله مع بعضه، اخليه يختلط ويشرب يشرب من بعضيه. هنا بقى هضيف المكعبين الزبده او معلقتين الزبده بتوعي، وهقلبهم مع العجينه، اقلبهم العجينه واعجن بقى، اعجن كويس لغايه ما العجينه تبقى معايا تحت ايدي، تبقى ناعمه كده وتبقى عامله زي الاستيك. بصوا شايفين العجينه، والعجينه معايا شبه ملزقه، عجينه مفتوحه مش قاسيه، لان كل ما المعجنات بتبقى طريه كده بتبقى بتديكي نتيجه احلى. لكن لو هي قاسيه اللي هتديكي الحاجه هتبقى ناشفه. طبعا انا دهنت الزيت في البوله، حطيت كده نقطه نقطتين، واحط العجينه بتاعتي وهغطيها وهسيبها تخمر. هنا بعد ما العجينه بسم الله ما شاء الله، بصوا جميله كده، بصوا انا بحب العجينه تبقى ملزقه شويه كده، بتديكي نتيجه حلوه. بصوا بعد ما خمرت عامله زي الاستيك، جميله بسم الله ما شاء الله. جيب السكينه بتاعتي قطاعه اي حاجه، بصوا، وهقطع العجينه بتاعتي الجميله ديت.
قطعت نصين بقى عشان ايه، هاخد كل نص واشكل كده، لما ايه اشكل نص لما يخلص اخد النص التاني. هريح ديت واغطيها لغايه ما ايه اخلص تشكيل النص اللي معايا. اقطع جزء بالسكينه كده زي ما احنا شايفين، وهبرمه الفه بقى زي الحبل كده ايه، حبل صغير. وهاخد واحده تانية، انا ايه عملت قطعت 3 قطع قد بعض، وهعمل التالتة وهشبكهم في بعض، اشبكهم كده في الحروف مع بعضيها كده. ناخد شكل تاني، هبرم برضو كده زي الحبل كده، هعمل حبل طويل واخد من جوه لبره، من النص كده، من النص على بره، بصوابعي كده من النص على بره. واخد بقى زي ما احنا شايفين كده، اخد الحرف والفه كده ابرمه شويه، وبعدين الف بقى بقيه الحبل عليه، واخد بقى الحرف احطه تحتيها من تحت. فاهميني؟ ده شكل تاني. عايزه اقول لكم ان نوعيه الدقيق اللي انا جايباه وعملت بيه الشريك كان وحش جدا. اهو شايفين، هجيبها قريبه منكم تشوفوها. بصوا، الف الحرف وبعدين الف بقيه الحبل عليه والحرف، واقوم حاطاها تحتيها واحطها في الصينيه، وبعد ما بحطها في الصينيه ابططها بايدي تبطيطه خفيفه، لان هي لسه هتخمر وهتعلى. هنعمل شكل تاني، برضه هبرم كده واعمل حبل برضه، يكون حبل طويل شويه كده زي ما احنا شايفين. وهي هاخدها زي ما احنا كده عاملين اهي، شايفين؟ حاولي تخليها زي بعضها كده، وهاخدها نصين، اقسمها نصين، ومن النص كده الفها على بعضها. شايفين؟ بلفها على بعضها، وامسك الحروف كده عشان ايه ما تفكش مني، وابرمها ببعضيها كده، ابرمها واقوم قافلاها مع بعضها شبكان في بعضيهم زي ما احنا شايفين كده. هعمل كله بالشكل دوت زي ما احنا شايفين كده اهوت. سيبته بقى لما يخمر، بسم الله ما شاء الله زي يخمر. وعندي بقى صفار بيضه، وعندي عليهم شويه حليب ومعلقه خل عشان الزفاره. ادين بالراحه خالص بالفرشه، واخلي بالي عشان ما اضغطش، عشان انا مش عايزه الهواء يطلع من الشريك. وارش سمسم، وهعمل كله هيبقى كده. عايز ترشي سمسم حبه البركه، بس هو بيبقى طبعا الشريك معروف ان هو بالسمسم. هعمل كله كده وايه، وهرش برضه على الوش كده ايه سمسم. وطبعا اكون مشغله الفرن عندي، ويكون الفرن سخن عشان ما ينشفش مني الشريك. تكوني مسخناه هيكون حامي، وهدخله الفرن. وده بعد ما طلع من الفرن، بصوا طبعا لما يطلع من الفرن تغطيه علشان يبقى طري ما يبقاش ناشف. بصوا شايفين الشريك بسم الله ما شاء الله، وشايفين عامل ازاي؟ بصوا، بصوا طري ازاي وجميل، عامل ازاي السفنج، وتفتحيه من جوه بصي هشه وزي القطن. عجينه ناجحه جدا جدا وجميله جدا جدا. وكده وصلنا لاخر الفيديو، والى لقاء جديد، واستودعكم الله، والسلام عليكم.